السلام عليكم، أهلا بيكم. وصفة النهاردة يا بنات إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز جميلة جدا. هنسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنحتاج بصلاية كبيرة وحوالي 5 فصوص توم، ومعايا ربطة خضرة مشكلة، ربطة واحدة بس مشكلة، ومعايا 600 جرام لحمة نسبة الدهون تكون فيها قليلة، دي مش لحمة جملي، ما تقلقيش مش هتفك منك، هتطلع جميلة جدا. معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، ربع معلقة كربوناتو، ونص معلقة نعناع جاف، و7 حبات قرنفل. نص كيلو رز مغسول ومنقوع مش أقل من 5 ساعات، بعد كده هصفيه واستخدمه. هي كده معمولة بطريقة اقتصادية جدا ومتقلقيش مش هتفك منك. هنقلب كل المواد دي كده مع بعضيها، البصل والثوم على الرز والخضرة واللحمة كله، ونفرمهم في الكبة. لو تلاحظوا أنا مقطعة الخضرة ناعم ومقطعة قطع اللحمة قليلة جدا عشان في الكبة تتفرم بكل سهولة. أنا هنا طبعا البهارات المشكلة ما فيهاش قرنفل، مش مطحون فيها قرنفل، أنا خدت 7 حبات قرنفل وهطحنهم في الكبة مع اللحمة والخضرة والرز. القرنفل بيعمل طعم وريحة حلوة قوي. تمام كده بعد ما اتطحنت يا حبايبي، طبعا الكبة بنطحنها وشين، فرمتين يعني. هننزل بقى بالتوابل الناعمة كلها ونقلبهم ونسيبهم ربع ساعة بس العجينة دي تستريح. نشكلهم صوابع زي ما انتوا شايفين كده في زيت سخن. هنقلي الكفتة تاخد لون حلو قوي عشان تستوي، ما نستعجلش عليها، نديها لون حلو قوي عشان تستوي من جوه، ومش هتفك وهتطلع جميلة جدا. شايفين يا بنات ما فكتش ازاي؟ معمولة بمقادير مظبوطة ولا غلطة، جربيها وعلى ضمانتي. انا هقلي كل الكمية عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهنعملها بمكعبات البطاطس. هنحتاج صلصة فريش او انتي مسبكاها وشايلاها في الفريزر، دي كده متسبكة متشالة في الفريزر. ومعانا بصلة كبيرة و3 فصوص توم مفرومين، وملح وفلفل اسمر، بس كده. هي فيها توابلها وفيها كل حاجة. الملح ده عشان البطاطس. نستخدم زيت او معلقة سمنة او زبدة. هننزل بالبصلة لغاية ما تدبل خالص، وبعدين هننزل بفصين التوم. اول ما نشم ريحتها، نشم ريحة التوم، هننزل بالصلصة. الصلصة دي متسبكة، لو انت عندك الصلصة فريش سيبيها بقى لغاية ما تتسبك. اول ما تغلي غلوة هننزل بالبطاطس، هي كده كده متسبكة، ونسيبها تاخد 3/4 سوا. تبقى على نار متوسطة، ما تبقاش عالية عشان ما تلزقش منك. واول ما تبقى 3/4 سوا هنزودها شوربة او مية عادي، بتتزود مية عادي. واول ما تغلي هننزل بالكفتة، وننزل بالفلفل الاسمر المطحون، ونظبط الملح بتاعها. تغلي غلوتين تاني واطفي عليها. هي بتبقى مرقتها زيادة كده لان هي كده كده المية بتقصر بعد كده، الكفتة بتتشربها، فما تقلقيش المية دي التسبيكة دي ميتها هتقل شوية. واغرفي وكلي احلى كفتة رز من ايديك الحلوين، بألف هنا وشفا. وصفة جميلة لعزومات رمضان، هتشرفك امام ضيوفك. جربوها يا بنات، حلوة قوي. بيستخدموها كمان في الافراح من حلاوتها، ما فكتش وجميلة ومستوية، ومعمولة بطريقة اقتصادية جدا جدا. طبعا النص كيلو رز وال600 جرام لحمة عملوا كمية كويسة جدا. خدي على قد الطبخة بتاعتك، والباقي ممكن تشكليه أصابع وتشيليه في الفريزر واستخدميه وقت ما تحبي. بألف هنا وشفا. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة يا بنات. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك واشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد.